اليوم رح أقلكن على طرق مختلفة لعمل قراص الكبة، ومن ضمنهم استخدام القالب. إن شاء الله بيعجبكن الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكن إشعار بكل فيديو جديد بينزل على قناتي. يلا نشوف الطريقة. أول شي أنا عندي هون نص كيلو من الكبة الجاهزة. اللحام عامل لي إياها مع برغلة، هيك بوفر على حالي أنا وقت وتعب. أنا كنت قالية ومفرزة لحمة مقلية مع بصل وحاطة معها ملح وفلفل أسود وكمون، خليتها تفك هيك ورح استعملها. في ناس بتضيف معها صنوبر، اذا بتحبوا تضيفوا فيكن. وهلأ لأول طريقة لتشكيل الكبة، رح اجيب كاسة فيها شوية مي مع خيارة. رح اخد شوي من الكبة، رح كورها، وبعد ما بل خيارة بعملها بهيدا الشكل، وبعدين بحشيها وبسكر الطرف. فيكن ترفعوها قد ما بدكن، عادة الناس بتعملها رفيعة بس فيكن تسمكوها، وبظبط شكلها على قد ما بقدر. هلا انا عم فرجيكم هيدول الطرق المختلفة عشان بالاخر فرجيكم طريقة القالب واللي هو اسهل شي ومضمونة نتيجته. وهلأ بننتقل لطريقة التشكيل التانية. بجيب كيس نايلون وبحط عليه شوية مي، ورح اخد شقفة كبة وافردها على شكل دائرة، ورح افرد كمان شقفة تانية. رح احط عليها من النص هيك شوية من الحشوة، ورح احط الدائرة التانية فوق اول وحدة اللي عليها الحشوة، واضغطها هيك واضغط الاطراف، وجيب كباية وشكلها هيك بهذا الشكل. هيدي اكتر شي بتستعمل للكبة المشوية، انه بتكون بهذا الشكل، بس فيكم تعملوها هيك ما في مشكلة. لتالي طريقة تشكيل عندي هون كلينج فيلم، حطيته بقلب فنجان قهوة وحطيت عليه شوية مي. جبت شقفة كبة كورتها ورح احطها بقلب الفنجان وصير اعملها بهيدا الشكل، عشان هيك افتح لها مجال لاحشيها بالنص. بعدين بحشيها بالنص وبسكرها من على الطرف. وبشيلها من قلب الكلينج فيلم وبظبط الاطراف عاد ما بقدر. فيكن تبلوا ايدكم بشوية مي. رابع طريقة تشكيل بنفس الشكل بالكلينج فيلم بقلب الفنجان، حط عليه شوية مي كمان هيك، بفتحها بحط الحشوة وبسكرها، بس هالمرة رح اعمل الطرف من ميلة وحدة هيك مثل شكل التينة يعني. طبعا هيدا مش شكل راس الكبة التقليدي يعني. وفي طريقة التشكيل العادية اللي هي بجيب شقفة كبة بكورها وبعملها باصبعي بهيدا الشكل، وبحشيها وبسكرها. طبعا ما حدا من اول مرة بيشكل القراص بشكل مزبوط، مع التدريب الواحد بيتحسن بهالامور. انا نادرا جدا ما اعمل قراص كبة، وقت في قراص ما بتزبط معي شكلها يعني، بس انه مقبولة ماشي حالها. وهلا رح فرجيكم القالب. هيدا القالب انا شريته من فترة كرمال لما بقى اعمل قراص. رح احط هيك كيس للتفريز قسمته نصين. هلا يستحسن تحطوا كيس كل ميلة، ما يبقى كيس مشترك، يعني هيدا الكيس ينقسم نصين، نص على كل ميلة، كرمال ما يبقى يزيح شوي من هون وشوي من هون، اذا فهمتوا قصدي. حطيت شقفة كبة كورتها وحطيتها بقلب القالب. هون كنت عم جربه، انا مجربيته مرة زمان. وبعدين بجيب كمان كيس وحطه تحت هيدا القطعة الثالثة كمان بتيجي مع القالب، كرمال بدي اضغط فوق طابة الكبة عشان ينعمل شكلها على شكل القالب اللي تحتها. هي ما بتحتاج يعني انه ضغط كتير، بيمشي الحال. هلا في ناس ما بتحب القالب لانه بتطلع الكبة سميكة، بس رح فرجيكم هلا طريقة ما تطلع سميكة. فيكن يا اما تحطوا الطابة ما تكون كتير كبيرة، او تعملوها بالطريقة اللي حقلكن عليها هلا. بعدين حطيت الحشوة من ميلة وحدة، وسكرت الميلة التانية على اول ميلة، وضغطت عليها هيك، وبعدها فتحتها، وبتطلع معي الكبة بالايد شوية مي، وبس هيك بتأكد انه الاطراف مسكرة منيح، وبس بتكون جاهزة على القلي.
هلا مثل ما قلت لكم ما تكون سميكة، بشيل شقفة من الكبة. انا دهنت هون، رجعت الكيس بمي، فيكم تدهنوه فيكم ما تدهنوه، ما في مشكلة. وبفردها هيك بايدي شوي، يعني عشان اعرف السمك اللي انا بدي اياه. وبرجع بنفس الطريقة بضغط عليها بالقالب مثل ما شايفين بالفيديو. وبنفس الشكل كمان بحط الحشوة، بسكرهم على بعض بالايد بمي، وبتأكد انه الاطراف تسكرت بعد ما اشيل القطعة. ولا اسهل ولا ابسط من هيك. وهيك بكفي كل الطريقة. بهيدا القالب فينا نحضر 5 قطع كمان بنفس الوقت مثل ما عملت هون، يعني كمان بيوفر عليكم شوية وقت. هذا الشي طبعا للناس اللي مش متعودة تعمل كبة اصلا، يعني كبة قراص. اما الناس اللي متعودة على طول تعمل، او بتعمل عادة بكميات صغيرة، فما في داعي تستعمل القالب، مع انه القالب بيعطي شكل احلى. بس كمان في ناس بتعملهم اشكالا مظبوطة 100%. طبعا قليتهم بزيت غزير حامي، وبس هيك بتكون جاهزة معنا الكبة قراص. انا ما عملت كل الكمية كبة قراص، عملت صينية صغيرة، دهنت شوية زيت، فردت الكبة بكعب الصينية، بليت ايدي بالمي دا جلس هيك الكبة، حطيت حشوة اللحمة المفرومة بالنص، وفوقها كمان شكلت كبة هيك على ايدي عشان غطي طبقة اللحمة المفرومة. فردتها منيح، وبعدين قطعتها بالشكل التقليدي للكبة بالصينية، وعملت هيك فخد بالنص وحطيت فيه زيت نباتي، ودهنت شوي الوجه بالزيت. فوتها على فرن محمى مسبقا على حرارة 180 على رف الأوسط النار من تحت لمدة نص ساعة. أسهل بكتير طبعا من تشكيل الكبة قراص، مع أنه قراص الكبة يعني من المقبلات المعروفة. وهيك فرجيتكم تجربتي بتشكيل الكبة مع أو بدون قالب. قولوا لي أي طريقة أنتوا بتعتمدوها. في كمان كمية حضرتها بالقالب، حطيتها بصينية بالفريزر، وبس جمدوا حطيتهم بكيس وفرزتهم. وهيك بيكون خلص الفيديو تبعنا لليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل على قناتي. اذا حابين اعمل لكم اي وصفة اكتبوا لي بالتعليقات. بشوفكم فيديو تاني بسن الله قريبا. صحتين على قلبكم. سلام.